الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أم جاشنا فيري المسألة الثالثة. مسألة سي: ما يسن فعله لداخل الخلاء. أو تشتاي السنة بيد بوكسة أو داخلي مرافقة بيتا. يسن لداخل الخلاء قوله بشن أفقوتنا هني سنته بو او کسی وکو داخلی مرافقت بیتن بجیتن بسم الله، يعني بناوه خوده. طبعا اشتغلت شو جورفة بري بشتا جورفة دي في قدنا بيجتن بسم الله اللهم إني أعوذ بك، يعني يا ربي أبتاخد بارزم من الخبث والخبائث الشيطانت نير ويت مي. وعند الانتهاء والخروج وقت خلاص بي وباش دركفت دي بجيتن غفرانك، يعني يا ربي أستد خازم تل من ببوري. وتقديم رجله اليسرى ودي بخوي تشابي بيش اخيت بوتشانجي عند الدخول وقت تجربة، واليمنى عند الخروج وقت درك بيت براسته. وأن لا يكشف عورته وعورته كشف ناكت أنكو جلكت خشبر خناكت حتى يدنو من الأرض، حتى نزيكي عرديد بيتا. يعني هش تشبير و خبجلي ناكت نا، بلكي وقت خجمان باشين كده جلتي خواج بأنجي عورتي خدر ختن. وإذا كان في الفضاء، أما أجرهات الدشتبي شولك بي يستحب له الإبعاد سنة الدير كبيت والاستتار وخستر كتن وخفشرتن حتى لا يرى، حتى نأتدتن. وأدلة ذلك كله ودليل أبانا قوتي برنو كهمية أها أبتن كيشكا قوتي حديث جابر، حديث جابرية رضي الله عنه قال: قوتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. السفر كده من ديال پیغمبر صلى الله عليه وسلم در كفتين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البرازة، وبيغمبر خود عليه الصلاة والسلام نتشو دستاوه حتى يتغيب، حتى خفشرد با فلا يرى وجا نتها داريتن، يعني وصدير كيف نتها داريتن و بشجاف نبا. وحديث علي رضي الله عنه قال: قوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. يعني أو تشتد بيت الستارة اتنا بين عورات الإنسان دا وجاوت أجنة دا آنكو أجنة نسح كان عورات الإنسان ونبينا وبيت الستارة كرنش أجنة وقت تسر آوه اوه او بجتن بسم الله. هرگاه وکوا گود اوه دیتا پاراستن و دیتا ستر کرن. وحديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة خود جراجي بيتن: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام اگرش دست آوه در کبا دا بجتن غفرانك، يعني يا ربي تو گناه المبغفرينه. وما پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام گناه هبين حتى واقول با هم دي بيشين پیغمبر عليه الصلاة والسلام اف گوتنا هنید گود، چونكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام همي وقت خدا ذكرت كر كشاو عائشة بيشن رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه. پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام سر همي حالات و سر و برد خود ذكر خودت كر. بجا وقت شو بات مرافقه و ذكر نتكر لو ما جي خديت مقصر و كيم ترخم دادر که بی دابت یا ربی تلمه بولا کد و ناف بردا من ذکرت نکر.
قلت وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة پیغمبر عليه الصلاة والسلام اگر وی بهوجيه خبقتين لا يرفع ثوبه جلكيخا بلند نذكر حتى يدنو من الأرض حتى نزيه عردي ببه. المسألة الرابعة مسألة شارع ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة أبا أتشتنويت حرام السلوي كسي أبتكو بفت بشيتن هوجيه خبقتين. يحرم البول في الماء الراكد حرام او دست آوا خواهی زراف خوش کتن ات آوا راستیایی ده الماء الراكد يعني او آواج برنچید لحديث جابر جبر حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد پیغمبر عليه الصلاة والسلام نهي كر كو انسان دست آوا خواهی زراف خوش کتن ات آوا راستیایی ده ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول چنا بیت عورت خواه بدست خواه راست بگیرید وقتی دست آوا خواه زراف خشت کردن دست خواه راست عورت خواه بگیرید ولا يستنجي بها وبدست راست خواه پاقش جنا کردن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم اگر ایکش هوا دست آوا خواه زراف کر فلا يأخذن ذكره بيمينه بالعورت خب دست خواه راست نگرید ولا يستنجي بيمينه وبدست راست بلا خباقش نگرد ويحرم عليه البول او الغائط في الطريق حرام دست آوا زراف بكتن انجي يستير الكده في الطريق السرية او في الظل انجي بنسيبركه أو في الحدائق العامة أنجل وان حديقة وباخشر جشتي أو تحت شجرة مثمرة أنجل بن دارك برهمدار دارك فيقي أو موارد المياه أنجي أو جهتك خلق قست آولت كتن لما روى معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبروي معاذ روايات كري وفقوها سيد بشم پیغمبر عليه الصلاة والسلام قود اتقوا الملاعن الثلاث خوش هر سيوان تشتا بارزن يدبنا اجل هند خالق لعنته ونفرين الهوا بكتن البراز في الموارد اويا وقتكو او جهت خالق تدا قستا آوید كت خالق تدا قستا آوید كت انسان الويري هوجيه خبقتيني وقارعة الطريق انجي سر ريكا هات نوچونا خلقي سر رخت ريكا والظل والبن سيبارا خلقي وقت سب خلي يوان سيبارا بين خبدت او الويري هوجيه خبقتيني ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين خو أبالزن شهر دوان تشتا أبد بنا أجركو لعنات الإنسان بنا كرن يعني خليد نفرين عليكتن قال وما اللاعنان يا رسول الله قلتي أو شتشتن قال قلتي الذي يتخلى في طريق الناس أو كسيت ريكا خلكدا دساوا خيا يزرافون يدي خشت أو في ظلهم أن بن سيبرا وانا أو سيبرا بخل بنترين خاري سيبرا لي بيجبك كما يحرم عليه قراءة القرآن الوصى حرام القرآن بخنيتا وهو في چندها نتكتن ويحرم عليه الاستجمار بالروث وحرام رابطا خفاقش بكتن بشكلة أو العظم أنجب هستيا أو بالطعام المحترم أنجب خارنك بقدر نانك خارنك رابط خابي باقش كتن حرام لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام نهي كر كو انسان خمس حب كت و پاقش بكتن بعظم
هستيك أو ببعر أم بشكلك. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. حرام إنسان هوجية خبقة تنف قبرت بصرمان دا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني قد بمخمنين كان النافبرا قبرا دا من هوجيه خاقتان تا نيوه كاسي که. يعني بشن اگر هاتو من ناف قبرا دا هوجيه خاقتان تو وكيوه اس نيوه كاسي که هوجيه خاقتين. تشتاقي چنده مزنه؟ شبرنده نهياته كرن إنسان بيت خوجي بدأ باش. المسألة الخامسة: ما يكره فعله للمتخلي. أو تشتي مكروه بيتن كو مروف بكتن حالة قطاندنا هوجيه دا. هر دو دست آفا. يكره قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل. مكروه إنسان هوجيه خبقتن وبره باي لبيتن. يعني با وهوا برف رخيوه بيتن او رابط هوجيه خاصة بقتينتن وچه ستاره نافدانه بيتن بوشه لألا يرتد البول إليه. چونكي دا او دست آواوی الزراف جاركادي بوي نزفريتن و دا بوي و نبيتفه. ويكره الكلام ومكروه وباشنين إنسان باخ بيت. باخ بيتن يعني توی دست آوه بشه چیا زراف بيت چیا دي بيتن راب باغ ود برا بونمونا تلفونه که بکی آنجایی که تشی گوده تا جواب آب دهی آن تو گازب که کسا که ابا مكروه و باشنين. فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول ظلام يبوري وبيغمبر عليه الصلاة والسلام دست آفا خايا زرافت كد فسلم عليه إن صلاف كده بيغمبر عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه بيغمبر خدا عليه الصلاة والسلام جوابه نده. ويكره أن يبول في شق ونحوه. ومكروه إنسان دست آفا خايا زراف بكتن اتشق كده كنا كده بو لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الحجر. پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام نهي كر إنسان اتكنا كده دست آفا خايا زراف بكت. قيل لقتادة هذا قتن بو قتادة راوي حديثه فما بال الحجر قلت ما بوچت كنا كده ما چه مشكلة ده. قال يقال قلت قتادة قلت قتن إنها مساكن الجن أو كنتنه وفلان أو شاقتنه خانية أجنانه ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه. وهراسة چونكي او نيبش راسته احتمال هاي حيوانات اكده و بيتن و كنها و شقاها و وجا باش اذيته و بكتن مال خراب كتن او يكون مسكنا للجن فيؤذيهم آنجي آواهي اجنابيت وجا او جيراب بيت اذيته اجناب كت بشتنجي اجناد طوله لوكن ودشنا لشيودا ودي اذيته وكن. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. ومكروها وتشينابيتا إنسان تشتكي ديال خبتة مرافقه و ذكره خدل سربي ناوي خدل سربي آنجي مثلا قرآن سربيتا إلا إنسان جلك هو جبت إلا بتجوبة فنجي شد تدانين إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام اگر چوبا دست آوه دا خاتم آخه گستید که آخه دا دانیتن کون آوه خود سر بی وتي أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس. أما أجل إنسان أو جاي أو ضرورته شو تدان ندير خببة كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله بنمنا هزارية مامانا وقت يقول هو الله السر إنسان مجبيل ديال خببة جوفا فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. چونكي اگر پیل تجدر و بنمونه سوی که الجهه که نباری ده اینا دزین
آنجي مثلا دلويرش بير كتن نجي درست ديال خبات جوربة بإذن الله. أما المصحف أما قرآن فإنه يحرم الدخول به، حرام إنسان وديال خبات جوربة سواء كان ظاهرا أو خفيا. شد ستدا بيدان بريكات دا بيدان تشتكي دا بيد چنا بيديال خبي، لأنه كلام الله چونكي أباخفنا خداع وهو أشرف الكلام وأو بيروسترين آخفتنا، ودخول الخلاء به وإنسان وقت ديال خطبة دسآوه فيه نوع من الإهانة، أبا جورا كيم كرنا وإهانة كرنا أخفنا رب العالمين. أما إنسان جبيش عندها يدير بيت وفان آداب التاني الدفخة پیدا كتن. أبا جي همه دليل سر مزنهي دين إسلامتي حتى آداب دسآوه جي نشامه داي. إنسان كده چه آجده دسآوه چه آده در كويتن ساكي إنسان إسلامتي چند گرنگي دا آدابا إنسان براوش بيت حركتا آخفتنتا رابين رجشتنتا جلكتا، يعني همي تشتا ساكي إسلامتي چند گرنگي داي چند اهتمامات آمازنا داي مروف يرقو بي بيت يليداي بيتن يبسلو بر بيت آخفتن و هر واسه حرکت جوان بید دائما یه پیشکش بیتن و دائما یه پاراستی بیتن. تنظیم و ریکوپیکی اسلامتی نشامت دادن. صح کنه نویجت خواه امام دبیت الله اکبر 1000 مروف پشتی و اکثر خرده پشت خر راست کن و دخوا چمینه سمع الله لمن حمده اكسر بزارها مروف بي بيشته اكسر ونمونا سحكا مكيه هنده جارة تاني تقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله قامت تجيبتن نينا لحظات چند دقيقة كيم أو خليقات مروفة همي بيجبه هاتن ايك ملخا بي ديوانا رز بين راست بين ايك بشيدي جوان ترتيب صحيح ترتيبي وريكوبيكي أخر إشارات إسلامتين نشامدت إنسان بريكوبي بيتن منظم بيتن اتهمي كارو كريارت خدا